إلى مراسلين أو بالأحرى إلى مفادينا إلى ميونخ باسل طبال، وإلى مراسلنا في باريس نسيم طالبين. أمام قوس النصر هناك في باريس باسل طبال أمام مقر إقامة باريس سان جيرمان، المقر الذي غادره اللاعبون. باسل، كيف كانت مغادرة أبطال أوروبا لمقر الإقامة هناك في ميونخ؟ مساء الخير مرة أخرى يوسف. طبعا لم يعد هذا المكان مقر إقامة باريس سان جيرمان الذي غادر منذ قليل وسط أجواء جميلة جدا. هنا جماهير كثيرة كانت موجودة، ولكن أيضا وسط إجراءات أمنية مشددة لعملية خروج الحافلة اتجهت في اتجاه المطار منذ حوالي ربع ساعة أو ربما أكثر بقليل. انتهت هذه المغامرة التي كانت جميلة جدا هنا في ميونخ، وهذا الموسم الذي أمتعنا فيه فريق باريس سان جيرمان بهذه المجموعة من اللاعبين وكذلك المدرب لويس انريكي. وكنتم تتحدثون كذلك عن ديمبلي الذي كذلك هناك دور كبير لتشافي هرنانديز في الموسمين الأخيرين قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في استعادة هذا اللاعب الذي كان يريد برشلونة أن يتخلص منه عندما كان يتعرض للكثير من الإصابات، إلا أن تشافي كان مؤمن بإمكانية استعادة ديمبلي، وبدون أي شك أنه بفضل هذا اللاعب تمكن من الفوز مرة أخرى في الدوري الإسباني في عام 23. ربما رحيل ديمبلي إلى باريس سان جيرمان ساهم في مصلحة اللاعب نفسه وكذلك ساهم في مصلحة لامين يامال الذي اليوم ينافس ديمبلي على الكرة الذهبية. لامين يامال حصل على الفرصة عندما غادر ديمبلي، فكان برشلونة غير قادر على التعاقد مع بديل، فأعطى الفرصة للامين يامال الذي اليوم يمتعنا وأصبح من أفضل اللاعبين في العالم. ودون أي شك أنا يعني أوافق أن ديمبلي ولامين يامال الكرة الذهبية محصورة بشكل كبير بين هذا الثنائي، وربما فرصة لديمبلي أن يكتسب ربما ألقاب إضافية في حال فاز في كأس العالم للأندية. ذلك سيعزز من فرصه في هذه الجائزة، وسنرى ماذا سيحصل كذلك في دوري أوروبا بين الطرفين. هنا في هذا المكان منذ قليل انتهت حكاية باريس سان جيرمان مع نهائي ميونخ بنجاح وبتتويج كان منتظر من قبل جماهير باريس سان جيرمان، واجمل شعور ان تفوز بدوري ابطال اوروبا. هذه المسابقه التي طبعا لا ينساها احد ويعرف قيمتها بشكل كبير الجميع، فكل من فاز في هذه المسابقه دون اي شك دخل التاريخ. ولاعب مثل دوي، لاعب مثل فابيان رويس، مثل فيتينيا الذي قدم موسم ممتاز، مثل ديمبلي، دون اي شك دخلوا التاريخ بعد هذا الانتصار. كذلك الحارس دوناروما الذي لعب دور كبير، ماركينيوس الذي انتظر طويلا حتى يتوج في هذه البطولة. إذا هذه الحكاية تنتهي بطريقة جميلة جدا، ولكن التحديات قادمة والتحديات كبيرة أن تحافظ على هذا اللقب. كذلك تحدي كبير، قليل من تمكن من الفوز بهذا اللقب مرتين على التوالي، وهذا سيكون ربما تحدي لويس انريكي في الموسم المقبل. ولكن الأقرب هو بطولة العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، ودون شك أن باريس سان جيرمان سيحاول خطف هذا اللقب من جديد. لك سؤال من كابتن عزيز بنيش، سيتفضل معك لسؤالك. أنا لا أعلم نهائيا موضوع السؤال. أهلا باسل، أخبارك؟ مبسوطة؟ مبسوط إن أنا لاعب سابق لبرشلونة يعني من أفضل اللاعبين ديمبلي، خلى المكان لامين جمال. لا أنا كنت بقول لك أن لامين جمال، أنت عارف لامين جمال أصله من العرايش، وحكيمي أصله من القصر الكبير. صحيح. نص ساعة يعني 40 كيلو ما بين العرايش والقصر الكبير. هل تظن أنك أنا أفضل أن تكون الكرة الذهبية ما بين هذه المسافتين، ما بين لامين جمال الموهبة وحكيمي الأسد المغربي هذا الموسم اللي قدم أداء مميز. صحيح أن ديمبلي قدم موسم كبير، لكن أظن بأن حكيمي أيضا بين اللاعبين. مش سؤال، هذا تحليل. لا أقول له ما يعني أشنو رأيه في الموضوع. مراسل يريد السؤال القصير. رأيه في الموضوع. هل حكيمي أيضا على بعد نص ساعة بالطريق من لامين جمال، هذا ممكن يكون من المرشحين للكرة الذهبية؟
عزيز، أعتقد أن إذا تحدثنا عن المرشحين للكرة الذهبية، أولا مساء الخير عزيز، مساء الخير لكم جميعا. أولا الحديث عن الكرة الذهبية، أعتقد هناك أكثر من لاعب في هذا الموسم ساهم بشكل كبير في النجاح مع فريقه. في باريس سان جيرمان دون أي شك أن ديمبلي لديه دور كبير في وصول الفريق إلى هنا، ربما هو من أبرز المرشحين. حكيمي كذلك نفس الشيء. لا ننسى كذلك هناك بعض اللاعبين لديهم دور كبير ولكن الإعلام لا يتحدث عنهم بشكل جيد. فيتينيا أعتقد في باريس سان جيرمان لعب دور كبير. فابيان رويس كذلك لاعب مهم جدا. من ناحية برشلونة ذكرت لامين يامال، موهبة خارقة، لاعب أعتقد سيفعل الكثير وسيحقق أكثر من كرة ذهبية في مسيرته إن لم يتعرض لأي مكروه، لاعب استثنائي. ولكن لا ننسى كذلك دور بيدري. أعتقد من بيدري هو من أهم اللاعبين في برشلونة كذلك في هذا الموسم، دون أن ننسى رافينيا أحد أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا. هناك فرصة أسماء كبيرة جدا، ولكن في النهاية التصويت هو الذي يلعب دور. ربما إذا تحدثنا من ناحية التصويت، الجمهور أو الصحفيين الذين يصوتون ربما معجبون أكثر بأسلوب لامين، بموهبة لامين. لذلك هنا الأصوات قد تميل في هذه الناحية لسبب الموهبة والمهارة الكبيرة التي يتمتع بها هذا اللاعب. قال لويس إنريكي يوم أمس شيء مهم جدا، أن ديمبلي يستحق الكرة الذهبية على المباراة التي قدمها اليوم، على الضغط الكبير الذي قدمه اليوم في مواجهة الانتر. شاهدنا كيف قام بمجهود بدني كبير وضغط كبير على الفريق المنافس وأرهق فريق الانتر. هناك معايير كثيرة إذا أردنا أن نتحدث عن جائزة أفضل لاعب في العالم، لكن في النهاية التصويت هو الذي سيحكم، هو الذي سيقرر. ولكن أنا أوافق أن كل هذه الأسماء هي مرشحة لخط من أمام مقر إقامة فريق باريس سان جيرمان قبل أن يغادر من ميونخ. باسل طبال، شكرا جزيلا لك. نسيم طالبي مع قوس النصر في الشانزليزيه. بالعادة من يزور هذا الشارع الشهير يجد صعوبة في أخذ صورة نسيم في المكان الذي تقف بالضبط وسطه، لأنه السيارات من ذات الميمنة من ذات الميسرة صعب جدا. الآن لا سيارات، مغلق في انتظار قدوم الأبطال لزيارته. ضعنا في سياق ما سيحدث اليوم وننتظر حدوثه اليوم من برنامج الاستقبال الأبطال في الشانزليزيه، وبعد ذلك الاستقبال الرسمي والوصول إلى بارك دي براس. تفضل. تحية طيبة لك يوسف. الآن فقط الأمور فارغة هادئة، لأن بعدها الأمور ستكون مغايرة تماما. ننتظر، وهذه المنطقة بالذات وهنا حول قوس النصر حيث نحن متواجدون، الآلاف من أنصار، من مشجعين، من السياح الذين سيتوافدون إلى هذه المنطقة الآمنة، الدخول إليها بصورة آمنة ولكن بانسيابية كبيرة ستكون بعد قليل مع قرب وصول باريس سان جيرمان. تعرفون أن البرنامج معروف، وصول إلى أرواس في الظهيرة ثم المجيء مباشرة بعدها إلى هذه المنطقة، انطلاقا من هذه الساحة إلى آخر نقطة من ساحة الشانزليزيه، وبعدها الاحتفال مع الجماهير في حافلة مفتوحة، وبعدها التنقل إلى ليليزي لملاقاة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وبعدها أيضا مع نهاية اليوم الاحتفالات في ملعب البارك دي برانس هنالك مع الجماهير وتقديم الكأس والاحتفالات والنشاطات التي ينتظر أن تكون هي سرية لحد الآن ولكنها ستكون كبيرة جدا. الألعاب النارية وأيضا العروض الفنية الغنائية للاحتفال بهذا الحدث. الاحتفال أيضا هنا لأن هذه المنطقة من عادة الاحتفالات الكبيرة الفرنسية الثقافية التاريخية وأيضا الرياضية الكروية. يتذكرون ما حدث في سنة 98 احتفال بكأس العالم مع زين زيدان، وأيضا الاحتفالات التي كانت صغيرة جدا في عز الكوفيد بفوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم بروسيا. ولكن الأمر هنا يشابه هذا الأمر أو هذه الاحتفالات المنتظرة أنها ستكون كبير جدا. الإجراءات الأمنية يجب أن نتحدث عنها مكثفة، أعوان الأمن بصورة كبيرة جدا، حتى الوقوف هنا يجب أن يكون بترخيص من قبل الأمن الفرنسي للإعلاميين الذين سيتوافدون أيضا بأعداد معتبرة هنا، ليس خاصة في المناطق العليا وأيضا في البارك دي برانس، لأن هذا الأمر يتزامن وهذا الحدث يتزامن مع رولان غاروس، ونحن في عز رولان غاروس أيضا
ومضامير رولان غاروس قريبة جدا من ملعب البارك دي برانس. طيب نسيم، آخر إحصائية بالذكاء الاصطناعي تتحدث عن حوالي 300 ألف ممن يتواجدون بشكل يومي تقريبا في الشانزليزيه. هل سنتجاوز هذه الأرقام في الاحتفال بباريس سان جيرمان؟ شخصيا بعيدا عن الذكاء الاصطناعي يوسف، اعتقد اننا سنتجاوز بصوره كبيره هذا الرقم. الاعداد التي كانت امس بعد نهايه المباراه كانت كبيره جدا هنا في الشانزليزيه، لان هذا هو الموقع لكل انصار باريس سان جيرمان للاحتفال، وهذه الساحه الكبيره جدا كيلومترات، هذه الساحه الاشهر كما يقال في العالم، الاجمل والاشهر في العالم، وبالتالي هي مهيئه اليوم لكي تحتضن كل هؤلاء، مهيئة من خلال أن السيارات لا يجب ممنوع عن تنقل السيارات هنا والحافلات، فقط المشاة، فقط الأنصار، فقط المشجعين. وأعتقد أن الأمر سيتجاوز وسيكون تاريخيا، وأرقام قياسية ربما ستكون هنا في هذه الساحة، نظرا لما سمعناه من تفهافت للأنصار إلى هذا المكان للاحتفال خاصة بالحافلة. ما سمعناه أيضا أن الحافلة ستأخذ وقتها بصورة تدريجية، ستتوقف في مناطق معينة من الشانزليزيه، ستأخذ وقتها قبل الذهاب إلى ملعب إلى ملاقاة الرئيس الفرنسي في حدود الساعة 7 بحسب المصادر، وبعدها في حدود الساعة 9 إلى ملعب البارك دي برانس. الحدث الأبرز ربما هو هنا مباشرة من هذه المنطقة. هنالك أيضا في رواسي هنالك بعض أنصار باريس سان جيرمان الذين ذهبوا إلى المطار لاستقبال اللاعبين. الحدث سيكون في كل مكان اليوم في باريس. يوسف، أشرف حكيمي جعل جماهير إنتر ميلان تقف احتراما له وتصفق بشدة في نهائي دوري أبطال أوروبا. المغربي حكيمي يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ويصبح أول لاعب مغربي يسجل هدفا في نهائي دوري الأبطال. حكيمي يفاجئ العالم بأكمله ويسجل هدفا في شباك الإنتر في أول 10 دقائق من بداية اللقاء، ويتسبب في انفجار كل أرجاء الملعب. لكن ما فعله ابن المغرب بعد الهدف جعل جماهير إنتر تقف من مقاعدها وتصفق له برغم الخسارة في لقطة تاريخية لن ينساها أحد. إذا كنت تحب هذا اللاعب اشترك في القناة.